السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هقول لكم على تجربتي مع مزيلات العرق، وعملت معايا ايه وليه استبدلتها بحاجة طبيعية. وان شاء الله هقول لكم على الحاجة الصحية بديل مزيل العرق. مزيلات العرق انا كنت بستعملها عادي خالص زي اي حد ما بيستعملها، لغاية ما بدأ يظهر لي زي يعني زي كور كده او كلاكيع كده تحت الإبط. وطبعا دي حاجة قلقتني جدا وعملت لي بقى وسواس ان دي لا قدر الله ممكن تكون اورام او كده. وقعدت فترة طويلة يعني على امل انها تروح، وخايفة ان انا اروح اكشف او اعمل تحاليل علشان احسن تطلع حاجة وحشة وكده. المهم اول ما قلت لزوجي عليها وعرف وكده صمم ان احنا نروح نعمل تحاليل وكده ونكشف. دخلت بقى طبعا في موال تحاليل طويل ومن دكتور لدكتور، وما كنتش عارفة اصلا اكشف عن دكتور ايه. في الاخر رحت لدكتور جراحة حولني عشان اعمل كذا تحاليل وكده. المهم في الاخر اكتشفت ان كل الحاجات دي للأسف بسبب مزيلات العرق. الحمد لله والشكر لله يا رب. الدكتور طمني وقال لي مفيش حاجة، وقال لي سبب اللي عندك ده كله مزيل العرق اللي هو بنستعمله، سواء كان سبراي او بلية دوارة او اي مزيلات عرق من اللي في السوق، لانها هي مضادة للتعرق، وهي بتسبب الكتل او الكلاكيع اللي ممكن تحصل تحت الإبط. وكمان قال لي يعني ان الحمد لله في ناس اعوذ بالله بتقلب معاهم بسرطانات، وان المزيلات دي مضرة جدا، وقال لي ما تستعمليهاش تاني. فان شاء الله النهاردة هقول لكم على البديل علشان ربنا يعافيني ويعافيكم، وما تستعملوش مضادات التعرق دي لانها غلط، بتقفل المسام وبتمنع العرق وبتعمل مشاكل. ربنا يعافينا. لو عندك طبعا قديم هقولك احتفظي بدي علشان هنحط فيها المستحضر اللي هنعمله. من ساعة لما بطلته وانا استبدلته بالمكون ده. دي شبة مطحونة خلاص. ممكن تجيبيها شبة عادية خالص من عند العطار، ما تكونش مطحونة ولا حاجة، وتطحنيها بنفسك، او تشتريها مطحونة وتسهلي على نفسك الموضوع. دلوقتي انا هعمل لكم بديل مزيل العرق اللي هو عادي، مزيل العرق اللي هو علشان ما يعملش ريحة، ما يخليش فيه ريحة مش حلوة، العادي. وهعمل لكم كمان تركيبة مزيل العرق تفتح وتشيل السمار اللي بيحصل لنا برضو من مزيل العرق. ده سبب اساسي في السمار اللي بيكون تحت الإبط والسبريهات وكده. فهعمل لكم ان شاء الله حاجة تستعمليها ما تخليش فيه عرق، وفي نفس الوقت تفتح تحت الإبط. دلوقتي انا هاخد معلقة كبيرة كده من الشبة المطحونة، وهحطها في حاجة معايا بس علشان نضيف عليها مية الورد. وده هيبقى المزيل بتاعنا. اظن سهل خالص ومش غالي بالشكل ده. هنا في حاجة كانت في الشبة هنشيلها خلاص. هنلاحظ ان الشبة دابت معانا يعني كويس، هي قابلة للذوبان، ودي حاجة كويسة قوي. وهصبها كده هنا في العبوة اللي كانت بتاعت مزيل العرق، وهتقفليها عادي وتستعمليها بدل مزيل العرق. هي مش هتكون قوامها سميك شوية زي المزيلات اللي بنشتريها، لكن هتدي مفعول فظيع ومفعول حلو جدا، وانت مش محتاجة قوام سميك ولا حاجة. انت بس قبل ما تستعمليها رجيها كده علشان لو في بعض من الشبة يعني في تحت تدوبيه.
وده هيبقى معاكي مزيل العرق العادي اللي انت عايزاه علشان ما يطلعلكيش ريحه. خلاص دلوقتي هنعمل مزيل العرق بقى اللي هو ان شاء الله يمنع الريحه، وكمان مع الاستعمال الطويل هتلاقي المنطقه تحت الابط بقى ان شاء الله لون جسمك وجميل جدا، ومش هيخليكي محتاجه لاي مستحضر يبيض لك المنطقه دي خالص. هناخد برضو معلقه وهنزودها بماء الورد بالشكل ده. هي بيبقى فيها الشابه رواسب كده من عند العطار، مفيش اي مشاكل. المكون اللي هضيفه دلوقتي الليمون ده مع ميه الورد والشابه، هيديكي تفتيح فظيع جدا جدا للمنطقه تحت الابط. والمفاجاه كمان ان المكون ده جميل جدا للمناطق الحساسه، تقدري تستخدميه وتقدري تفتحي بيه المناطق الحساسه. كذا حد طلب مني الوصفه دي، بصراحه انا ما كنتش حابه يعني اعمل وصفه واتكلم في الموضوع ده، بس مفيش مشكله انا هتكلم عليه بطريقه يعني عاديه. يعني اي منطقه حساسه في جسمك تقدري تستخدمي له المنطقه دي، ما فيهاش اي ضرر ان شاء الله. لو بشرتك مش حساسه او بمعنى اصح مش حساسه لليمون فاستخدميه بشكل امن جدا. هناخد حوالي معلقه ليمون كبيره ونضيفها على المكون بالشكل ده، وبرضو هضيفها هنا بالشكل ده. وكده بقى عندي مزيل عرق طبيعي ما يأذنيش وما يوقفليش التعرق، لا هعرق برضو، هتعرقي بس من غير ريحة، وكمان صحي جدا وبيفتح. اللي بالليمون هيفتح لك جدا، وطبعا دي خلاص مش محتاجينها، ربنا يعافينا يا رب من اللي بتعمله. وكمان حاجة عايزة اقولها لك، لو عايزة يعني للرجال، يعني لو لزوجك او كده تقدري تضيفي له مسك ابيض للمزيل اللي هو من غير ليمون. يعني تقدري تحطي مية ورد وشابة مع مسك ابيض او اي مسك اللي انت عايزاه، بس المسك الابيض احلى. كل لما بالعكس بقى كل لما هيعرق هيطلع ريحة جميلة كأنه على طول بيحط عطر او كده، جميل جدا جدا. ولو ليكي طبعا استخدام في البيت ما تحطيهوش طبعا انت خارجه عشان ما يبقاش حرام. وكده ان شاء الله تبقي عندك مزيل عرق يفتح مش يغمق بقى زي المزيلات اللي هي الصناعيه، وتستخدميه المناطق الحساسه مفيش مشكله خالص. استخدميه، يعني ممكن تحطي منه مره الصبح ومره قبل النوم، مفيش اي مشاكل. وخلاص ما بتحطيه وخلاص وما بتغسليش مكانه يعني، غير لما تيجي تحطي مره كمان. ودوت هتستخدميه عادي مزيل العرق العادي خالص. انا عامه بفضل اللي بالليمون تفتيح وكل حاجه يعني، وممكن تعمليه لزوجك بالمسك. وان شاء الله باذن الله هتفيدكم. رجاء بلاش مزيلات العرق الصناعيه علشان مضره مضره مضره، والله انا بقول لكم على تجربتي، والله عملت لي بجد زي كتل كده وحشه جدا، خوفتني. ربنا يعافيكم، اوعي تقربي لها تاني واستخدمي الحاجات الطبيعيه وان شاء الله هتعجبك قوي. ما تنسوناش لو عجبك الفيديو شيريه لاصحابك وحبايبك، واعملي لي لايك علشان اكبر عدد يستفاد. ولو اشتركتي فعلي الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.